السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء فهمي، مهندس صوت وموزع أناشيد. النهاردة بإذن الله حابب أشارك معاكم بلجن مهم جدا. البلجن ده أنا بستخدمه على الماسترنج دايما، وهو بلجن ال انسايد 2. تمام، ده من شركة ايزوتوب. البلجن ده فيه ميزة حلوة أوي، إن هو بيقيس لك كل حاجة، يعني بتقدر تشوف من خلاله التلاوة بتاعتك أو الأنشودة بتاعتك، المقاسات بتاعتها ايه، القياسات بتاعتها ايه. تمام، بتاعت الماسترنج يعني يعني تقدر تشوف كل حاجة. تمام، يعني انا هفتح لكم كل الحاجات دلوقتي، وافتح لكم انشودة واقول لكم بقى ايه، اسمعكم هو او تشوف هو بيعمل ايه، يعني هو ايه وظيفته. انا دلوقتي بتكلم زي ما انت شايف بالظبط، هو يعني بيقولك ايه اللي بيحصل. يعني هو دلوقتي بيقولك انا بتكلم اللاودنس بتاعتي 12، جايب لك الايه، الفريكوينسي ريسبونس بتاعي. خلاص، جايب لك ان الصوت اللي اللي بيتكلم ده مونو. فاهم، بيجيب لك كل الحاجات. الترو بيك بتاعي طبعا في زياده 1 dB، مش مشكله. آه جايب لك الديناميك رينج قد ايه، كل القياسات اللي انت محتاجها في الماسترنج بيجيبها لك في بلجن واحد. والبلجن ده يا جماعه فري لحد يوم 31/12. هتخش طبعا على موقع ايستوب اللي هو ده. خلاص، وهتدوس على جيت يور جيفت، وهتحط الايميل بتاعك وخلاص، وتروح محمل، يعني مفيش مشاكل. تمام كده، هتحط الايميل بتاعك وهتروح داونلود فور بي سي، وخلاص على كده تحمله، يبقى معاك طول العمر فور فري. بس هو خلي بالك يعني اخره اخر الشهر ده. تعال نشوف مثلا، نشوف مثلا ازاي نستخدمه او كده، او ازاي نفهمه او كده. دي مثلا انشودة من شغلي، توزيع وهندسة صوتية. تعال نسمع كده وأوريك كده ايه اللي بيحصل. طبعا هنا لاحظت ان هو بيقول لي ان اللاودنس بتاعتي 9. خلاص، انا هشغل وهفصل عشان اشرح لكم. تمام، يبقى اول حاجه بيقيسها لي اللاودنس. طبعا انا اقدر ان انا اشوف حاجه واحده، زي ان انا اشوف اللاودنس. تمام، يعني ممكن كده لاودنس بس هو اللي بيظهر لي بس اللاودنس. ده المتوسط، تمام، اللي هو انتجريتد، وده الشورت تيرم. تمام، طيب وبعد كده عندي الليفل، بيجيب لي الليفل اللي هو العادي، يعني اللي هو الميتر العادي. خلاص، تمام، اشوف برضو بيه، يعني عايزين نجيب حتة فيها مثلا كورال. ينصف مخ أولي كان عطرا بين رحمة. بصوا ركزوا في الايه، في المردات اللي هي الكورال اللي بتظهر لما المنشد، طبعا المنشود دي اسمها رحمة للعالمين، ل المنشد عبد الفتاح حربي. المنشورة نزلت النهاردة، تقدروا تشوفوها. بص كده، لما هشغل وافتح الساوند فيلد هيبدأ يجيب لي بقى الايه، يعني الاستيريو بيوريلي الاستيريو بتاع الأنشودة عامل ازاي. رحمة بين الورى أرسل الهادي البشير. واخد بالك ان المردات مالية الاستيريو ايمج ازاي. في نفس الوقت بيقول لي هنا برضو الايه، لو في مثلا حاصل تداخل او حاجة او فيز، ده فيز ميتر. يعني طبعا طول ما ايه، بص كده، الهادي البشير كان عطر. هو معظم الوقت المؤشر فوق، فمعنى كده ان مفيش تداخل، مفيش فيز حاصل. طبعا لو المؤشر ده تحت الصفر فيبقى في مشكلة، او في تداخل بين الاصوات في فيز. فبترجع طبعا تراجع الايه، الشغل بتاعك، بحيث ميبقاش المؤشر ده لتحت، يبقى لفوق دايما. وهنا بيبين لك الايه، يعني طبعا لما المنشد هيجي يتكلم هتلاقي الاستيريو ايمج ايه في النص اكتر. الهادي البشير
لما الكورال بيرد بتلاقي الموضوع بيبقى اوسع. فده ميتر خاص بالستيريو ايمج، وده اللي هو الفيز ميتر. تمام كده، يبقى دي 1 2، وادي الميتر اللي هو الليفلز العادي، اللي هو الميتر العادي الاساسي بتاع الماستر. وعندك اللاودنس ميتر، ممكن تفتحهم كلهم مع بعض. الهادي البشير كان خلاص طبعا انا مش هقدر اشغل يعني مدة طويلة عشان ما يبقاش فيه كليم، وبنص ما يحصلش كليم على كده يعني. طيب عندنا بقى السبيكترم ده اللي هو بيوريني الايكولايزر بتاع الايه، او مش ايكولايزر اللي هو يعني ده عبارة عن بس ايه يعني فيجوال، بس يعني حاجة تشوف بس الفريكوينسي سبيكتروم شكله ايه يعني، لكن مش تقدر تعدل يعني، هو ميتر يعني. الهادي البشير كان عطرا. لا طبعا هنا البيز، وهنا الانشورة مثلا جاي في الاخر، الهادي الحتة دي مطفية شوية كده يعني عشان تدي لمسة الدفى. فبيوري لك، فانا كده مثلا فاتح البلجن موريني كل حاجة عن كل المعلومات اللي انا محتاج اعرفها عن الاغنية او عن الانشودة. خلاص في حاجات تانية طبعا بس دي مش بنستخدمهاش كتير. الهادي البشير كان عطرا طاهرا. دي يعني ما بستخدمهاش كتير. وفي برضه دي بس برضه ما بستخدمهاش. والهيستوري دي هم اهم حاجة الاربعة دول، بفتحهم بيوروني بقى الايه كل حاجة عن الانشودة. وده هتلاقوني دايما انا في الكورسات، حتى انا وشغال هتلاقوني بستخدم الانسايد برو على الماستر كاخر بلجن عشان يوريني الدنيا ماشيه ازاي، اعرف انا الليفلز بتاعتي ايه، بدل ما استخدم بقى بلجنز كتيره وميترز كتيره. هو ده غني بيغنيني عن كل حاجه. والبلجن دلوقتي فري، الحقوا حملوه، اخره يوم 31 12. خلاص، و تقابل ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.